أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامج مش توك شو. احنا ما عندناش مقدمات نارية ولا شو لحوارات جدلية. احنا مش برنامج معارك ولا برنامج تسلية، لأن احنا مش توك شو. احنا صوتك وصورتك، رأيك وفكرتك، احنا كلمتك، قضيتك، اهتماماتك، لأن احنا مش توك شو. مش توك شو، برنامج يصل بصوتك لأبعد مدى. معاكم أعزائي المشاهدين موضوعات مختلفة، ولكن أكيد إن الموضوعات بتهمكم. دايما بنحاول من خلال الرسائل اللي بتبعتوها أو على الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف إيه اللي انتوا بتتكلموا فيه حتى، وإحنا بنحاول يعني نقدمه من خلال متخصصين يقولوا لنا المعلومات الصحيحة. بنشوف كمان مجموعة من الأخبار، أو يعني هنقول إنه بوست مثلا بينزل وما هوش حتى على موقع اخباري، لكن بوست بينزل وكل واحد بيعمل شير، بس احنا مش بنبقى فاهمين الكلام ده حقيقي ولا لا. عشان كده بنحاول ان احنا نتحقق من المعلومات اللي بنلاقيها او الاخبار اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا معانا المهندس محمد ابراهيم، خبير المركز الاعلامي بمجلس الوزراء. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا بنشكر حضرتك على المجهود الاسبوعي، يعني حضرتك بترصد مجموعة كبيرة من الاخبار، واحنا بنسأل عن هذه الاخبار وبنحاول ان احنا نتحقق منها من خلال حضرتك. ويمكن لقينا بعض من الاخبار، والحقيقة دي بتقلقنا بشكل كبير جدا، لانها يا اما مرتبطة بصحتنا يا اما باكلنا او بالتعليم. الحاجات دي يمكن كل اسبوع بسأل حضرتك، ولكن بتتنوع بقى. فمنها انه في نقص سلع تموينية في المجمعات الاستهلاكية، والموضوع ده طبعا بيقلقنا بشكل كبير جدا. هو في الحقيقه فعلا المركز الاعلامي مجلس الوزراء رصد طبعا الشائعه ديت متداوله في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونيه. على الفور المركز الاعلامي تواصل بوزاره التموين والتجاره الداخليه، طبعا نفت تلك هذه الانباء بشكل قاطع، وتؤكد ان طبعا ما فيش اي نقص في اي سلعه من السلع التموينيه الاساسيه بالمجمعات الاستهلاكيه، وان جميع المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجيه متوفره تماما، وان اي كميات بيتم ضخها بشكل يومي بجميع فروع المجمعات الاستهلاكيه وبدال التموين وفروع مشروع جمعياتي. يمكن الناس لمسه هذه المواضيع يعني، وان ما فيش اي نقص في اي حاجه يعني، وبتؤكد كمان على وجود رقابه دوريه من قبل الوزاره لضمان توفر السلع بجميع المنافذ التموينيه ووصولها لمستحقيها، وان طبعا كل ما يصير في هذا الشان هو شائعات تستهدف النيل من جهود الدوله الحثيثه طبعا. المهندس محمد إبراهيم، يمكن سألت برضو حضرتك قبل كده على يعني مبادرة 100 مليون صحة، لأنه فعلا عمل رائع جدا ويعني مهم بالنسبة لنا كلنا. والحقيقة بنقعد نفكر معقولة العمل، لأنه رائع ومكلف كتير قوي. فبيقولوا انه اللي بيدفع فلوس يعني الحملة، لانه تكلفتها كبيرة جدا، رجال الاعمال. فاحنا عايزين برضو نتحقق من الموضوع ده ونعرف مين اللي بيمول تكلفة هذه المبادرة 100 مليون صحة. اولا احنا اتكلمنا فعلا في الموضوع ده في كذا اتصال تليفوني مع حضرتك، وان انا عايز اقول ان جموع المصريين بيشيد بهذه الحمله ان هي حمله ناجحه، وقلت لحضرتك قبل كده ان هي مبادره رئاسيه بتمويل حكومي 100%. اطلقها السيد رئيس الجمهوريه بهدف طبعا الاطمئنان على صحه المصريين والقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الامراض الغير ساريه اللي هي زي السكر والسمنه والكلام ده. وان طبعا كل ما يصير في هذا الشان طبعا شائعات مغرضه بتستهدف النيل من جهود الدوله، وخصوصا ان الدوله يعني بتحافظ على صحه جموع المصريين، وان الحمله بتستهدف وصول لكل المواطنين المحتمل اصابتهم فيروس سي. مهندس محمد ابراهيم. يعني
ايوه فندم. ايوه يا باشمهندس. يعني المره اللي فاتت لما سالت حضرتك كانوا بيقولوا ان منظمه الصحه العالميه هي اللي صارفه على المبادره دي. المره دي بقى غيروا الكلام واتقال انه رجال الاعمال هي اللي صارفه على المبادره. لا يا فندم، هي مبادرة مصرية رئاسية بتمولها الحكومة بنسبة 100%، وإن وصلوا حتى الآن للكشف على ما يقرب من 26 مليون مواطن، وإن هي الحملة مستهدفة إن هي توصل لكل المواطنين ان شاء الله. المصريين. شكرا لحضرتك. يمكن يعني بجد احنا يعني بنبقى مبسوطين جدا ان احنا نتأكد من المعلومة. ويمكن كمان خلونا نقول باشمهندس محمد انه بالنسبة للتعليم في اكتر بقى من كلام. يعني يا ريت حضرتك واحده واحده كده معانا. اول حاجه في اتجاه الحكومه لخصخصه المدارس الحكوميه في موضوع اولى ثانوي، وانه الامتحانات ونتائج الامتحانات هتتجمع على نتيجه ثالثه ثانوي. وفي كمان انه هيبقى في حذف ل 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانويه العامه. اولا حضرتك تعلمي ان دلوقتي في امتحانات نصف العام الدراسي، واكيد هيبقى في شائعات مغرضه في هذا الموضوع. ده طبعا بيؤثر او الهدف منها اثاره البلبله او غضب المواطنين. لكن الاربع حاجات اللي حضرتك ذكرتيهم دول تقريبا يعني بنسبه 100% شائعات. ان اولا لو قلنا من الاخر كده حضرتك بتاع الثانويه العامه اللي هو حذف نص المنهج للثانويه العامه، دي شائعه، والمناهج زي ما هي مثل العام الدراسي السابق. واتجاه الحكومه لخصخصه المدارس ده طبعا شائعه، لان التعليم قانوني والدستور بيحقه، يعني حقا اصيلا طبعا من حقوق المصريين بيكفلوا الدستور والقانون يعني. طيب وبالنسبه لامتحانات الصف الاول الثانوي وبيقولوا انها هتضاف على مجموع الثانويه العامه، برضو احنا مش فاهمين الحكايه دي. فعلا مركز الاعلام مجلس الوزراء رفض طبعا دي برضو في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه. تواصل على الفور مع وزاره التربيه والتعليم الفني، طبعا نفت تلك الانباء بشكل قاطع، وتؤكد على عدم طبعا اضافه مجموع امتحانات الصف الاول الثانويه العامه لهذا العام اللي هو 18 19 للمجموع الكلي. وان السنه دي زي ما احنا قلنا قبل كده كذا مره مع حضرتك دي سنه تجريبيه، وبيتم ولن يتم حساب مجموعها طبعا ضمن المجموع الكل للثانويه العامه بالنظام التعليمي الجديد. وان الهدف من وراء طبعا توجيه الشائعه دي هو احداث البلبله وفي ظل منظومه التعليم الجديد. وكمان اكدت الوزاره ان في هناك نوعين من الامتحان للصف الاول للثانوي العام. حضرتك يعني حتى الناس كل وسائل الاعلام بتقول ان كل الطلبه كلها طبعا هتخش بنظام الكتاب اللي هو الامتحان اوبن بوك. وده بيقيس مستوى الفهم وليس الحفظ. يعني حتى اي امتحان فيه اوبن بوك ده بيقيس الفهم وليس طبعا الحفظ، لان لو طالب حافظ مش هيقدر يحل الامتحان وهو معاه حتى الكتب يعني. فهو اهم حاجه في المنظومه الجديده هو الفهم وليس الحفظ. وفي بعض المواد زي طبعا الدين والكمبيوتر ده بيتم. طيب يعني احنا بنعتذر طبعا لانه الخط فصل، ولكن يعني 90% من الكلام وصل لنا، بس كان اخر جزء. يعني احنا بنعتذر لحضراتكم وطبعا بنعتذر للمهندس محمد ابراهيم، لكن معاكم اعزائي المشاهدين ونشوف مع بعض تقرير عن الشائعات اللي اترصدت خلال اسبوع ورد عليها كلها.
أعزائي المشاهدين، لسه معاكم وبرنامج مش توك شو، وبنشوف انتوا بتتكلموا في ايه. واعتقد ان احنا كلنا بنتكلم في موضوع يعني هو فجأة بالنسبة لنا حصل، يعني ما كناش في دماغنا او عندنا استعداد لتنظيم بطولة الامم الافريقية، لكن ده حصل، وحصل قبل كده 4 مرات، وان شاء الله هيحصل. الوقت قليل، يعني خلاص، يعني احنا قربنا خلاص، شهر 6، ولكن يعني نقدر نعمل حاجة لأن احنا عايزين نعمل كده، لأنه هيبقى فيه استفادة كبيرة جدا من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية. والنتيجة لأن احنا عندنا خبرات سابقة، عندنا 4 مرات حصلوا قبل كده: 1959، 1974، 1986، 2006، وإن شاء الله 2019. ده بالنسبة للخبرات السابقة نتيجة لتنظيم البطولات. بس بقى في خبرات سابقة معانا في الاستوديو حالا، كمان هيكلمنا على هذه الخبرات السابقة عشان نعرف، لانه هي الفكرة ان احنا ايه، عندنا كوادر كتيرة جدا ممكن تقول لنا نعمل ايه، بس احنا كمان لما نبقى عارفين الصح ايه والغلط اللي غلطناه قبل كده، نحاول ان احنا ما نكرروش تاني، عشان تبقى في استفادة قصوى من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية. معانا مشرفنا أعزائي المشاهدين المحلل الرياضي دكتور وليد الكاشف، عضو لجنة الأمن والسلامة في كأس الأمم الأفريقية 2006 وكأس العالم للشباب 2009. أنا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وطاقم العمل المحترم ومشاهدي التلفزيون المصري ومش توك شو. شكرا لحضرتك دكتور وليد. خلينا نتكلم في البداية عن تنظيم البطولة الإفريقية كأس الأمم الإفريقية. زي ما قلت لكم، أولا هي ثالث أهم بطولة على مستوى العالم، فبالتالي يعني كل الأنظار هتكون يعني عندنا، بس أكيد في أهداف تانية أو نتائج تانية تتحقق من تنظيم هذه البطولة. خلينا نتكلم عشان بجد يبقى ال100 مليون شغالين على كأس الأمم الإفريقية، مش بس اللجنة المنظمة. نعرف احنا هنستفيد ايه؟ طبعا احنا هنستفيد كتير. اولا طبعا البدايه اللي الشعب المصري او ال 100 مليون اللي حضرتك بتتكلم عليهم كلهم سعداء بتنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه 2019، مش عشان انها هتنظم بس في مصر، لا، عشان كمان المنتخب بتاعنا يكون ليه دور عشان يفوز بالمره السابعه للبطوله. ودي طبعا احنا شعب عاطفي يهوى ويعشق الكوره. دي رقم واحد، اسعاد الجماهير. يعني وجود المباريات والست المجموعات في 6 محافظات او 5 محافظات لحد دلوقتي، ويتلعب فيهم ال6 مجموعات بتوع الامم الافريقيه في ثالث اكبر حدث رياضي كروي في العالم يكون موجود في مصر، في هبة النيل مصر. فما ينفعش ان احنا ما نستفادش منها الاستفادة الكاملة زي بالظبط ما استفدنا في 2006 و2009. دلوقتي مع الخبرات السابقة اللي كانت موجودة، اللي في منها كتير قوي لحد دلوقتي موجودة، نقدر ان احنا نستغلها، اللي احنا نقلل السلبيات اللي كانت موجودة في 2006 و2009، ونزيد من الايجابيات اللي كانت موجودة في 2006 و2009 ل 2019، عشان تبقى عرس فعلا، مش عرس مصري، لا، عرس افريقي. السعادة. نتوقف لرفع الأذان ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. لسه معاكم أعزائي المشاهدين، وكنت بتكلم على سعادة المواطن المصري. دكتور وليد بيتكلم على الأهداف. أول هدف إسعاد المواطن المصري، والموضوع ده بقى لا يقدر بتمن أصلا. يعني احنا لو هنتكلم على فلوس وتسويق بعد كده، سعادة المواطن المصري دي يعني أول حاجة. لكن بقى هنرجع نتكلم شوية على الفلوس والتسويق، وإزاي يعني يبقى في انتعاش في الوضع الاقتصادي المصري من تنظيم هذه البطولة. ازاي التسويق يشتغل في الموضوع ده؟ طبعا بعد ما احنا حوالي 8 سنين السياحة عندنا مش بالصورة اللي هي موجود فيها مكانة مصر عالميا، مع حدث كبير رياضي زي ده يكون موجود في الوقت ده
مع 8 سنين اللي بنسميهم يعني السياحه ما كانتش منتعش فيها، ومع استثمارات هتبقى موجوده في الوقت ده، سواء من عن طريق الميديا والمنابر المحترمه اللي زي حضرتك، او من اللجنه المنظمه اللي عندها خبرات تسويقيه كبيره، من اول حتى الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ده اساسا الدكتوراه بتاعته عن التسويق في الاداره وفي التسويق. والمهندس هاني ابو ريده يعني استاذ تسويق اساسا. ومع اللجنه المنظمه اللي جابوها يعني هو طبعا ما اختاروش منها دلوقتي الا الكابتن محمد فضل، وده شاب من شباب الواعد والكوادر الشبابيه الرياضيه اللي ليها اكتر من مميزات. احنا لازم خلاص تم اختياره، يبقى كلنا لازم نكون وراه. ازاي؟ احنا نقول المحسنات اللي هو هيقدر اللي احنا نمده بيها، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يمشي في التراك اللي احنا عاوزينه في الاخر فيه نجاح للبطوله. زي هو راح عمل معايشه في كاس العالم مع المدير التنفيذي لكاس العالم اللي كانت في روسيا في 2018. دي حاجه كويسه جدا، بجانب ان هو عنده لغات. يعني صعب يكون في الرياضيين عندنا او عندهم مميز في الرياضه. يعني مش قضيه صعب عشان ما نحكمش على الكل، بس خلاص يعني تم اختيار كابتن محمد فضل، وده واجهه مشرفه، ولازم كلنا نبقى مش وراه، لا نبقى معاه. كلنا لازم نبقى معاه ونسانده، واي حد عنده خبره معينه ممكن يقدمها له بصرف النظر عن ان هو موجود جوه اللجنه التنظيميه ولا لا. ما هياش القصه دي، لان احنا زي ما بنقول البطوله هي بطوله مصر بالفعل. والدليل على كده ان اللجنه العليا المنظمه رئيسها مين؟ رئيس الوزراء، ومعاه 7 أو 8 وزراء: شباب والرياضه، الامن، الاستثمار، السياحه، الصحه، النقل. يعني كل الوزارات دي طبعا هتبقى كلها معنيه بالبطوله من اول سياده دوله رئيس الوزراء، وتنزل بعديها لجنه منظمه او لجنه تنظيميه برئاسه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ينزل بعديها اللجنه المنظمه برئاسه المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره. ودلوقتي يعني النهارده حتى هيكون في استعداد لتشكيل اللجان، سواء الرئيسيه او اللجان الفرعيه في المحافظات اللي هتبقى تقام فيها البطوله. كل ده بدايه موافقه. طبعا احنا بادئين متاخر، احنا نظم يعني رسي علينا في 3 ايام، ملف اتعمل في 3 ايام زي ما قال سياده الوزير، وتنظيم بياخد 2 هننظمه في 6 شهور. يعني نقطه يعني الصفر خلاص بدات. فكلنا قالب وقالبا، ودليل على كده دوله سياده رئيس الوزراء. ولازم نخلص كمان قبل الميعاد، يعني عشان في مباريات تجريبيه، في مباريات تجريبيه، وفي الاشرز والمتطوعين، وكل دول لازم يبقى في. خد بالك ان شهر 6 ده في امتحانات، فلازم الاختيار بالنسبه للولاد المتطوعين الشباب والشابات المتطوعين لازم يكونوا ليهم مواصفات معينه، منها ممكن يكونوا خريجين. يعني في اقاويل كتير ان لازم يكون شهر 6 ده امتحانات، مش يعني قبلها هيكون في هم نفسهم هياخدوا دورات تدريبيه عشان خاطر يكتسبوا خبرات من القيادات اللي معنيه بهذه الحدث. ماشي، فاحنا ممكن نستعين يعني بجزء من الطلبه اللي ما عندهمش امتحانات في الوقت ده. طيب يبقى خلونا كده نقسمها عشان نبقى فاهمين، لان احنا زي ما بنقول هي بطوله ال100 مليون مصري، ففي لجان منظمه وفي مواطنين مصريين، دول عليهم شغل ودول عليهم شغل. اللجان المنظمه برضو فيها لجان كتير وفيها متطوعين، ده ممكن هنعتبرهم من اللجان المنظمة. خلونا يعني قبل ما نتكلم عليهم نسمع رأي الناس وازاي هم ممكن يشاركوا، وهنتكلم بعدها على المشاركة الصحيحة للمواطن المصري مفروض تكون شكلها ايه. كأس الأمم الأفريقية حدث رائع ومهم، ويعلي من رصيد الشعب المصري ومن رصيد مصر دوليا. احنا المفروض على المستوى الشعبي أن نكون على مستوى المسؤولية، وأن نرقى على المستوى الجماهيري على مستوى الحدث. مهم أن نوصل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب متحضر، شعب ذواق، شعب يعشق الكرة، شعب يستقبل الأجانب، يتعامل معهم بأريحية بالطيبة اللي احنا تعودنا عليها في الشعب المصري. فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية ده حدث غير عادي. ليه؟ ده بيرجع مصر للصدارة تاني.
احنا الحمد لله طول عمرنا في الصدارة في افريقيا. تراجع دورنا شوية، لكن الحمد لله في ظل وجود سيادة الرئيس السيسي رجعنا نتبوأ المكانة العالية بتاعت مصر في الدول الافريقية، مش كرويا بس، سياسيا. هو الحمد لله بدأ الأيام اللي فاتت ينظم مؤتمرات، بدأت مصر تاخد دورها الريادي في إفريقيا. البطولة ديت هيكون لها آثار جميلة جدا على مصر من ناحية الاقتصاد، من ناحية السياحة، من ناحية الصدارة في الصدارة الكروية لمصر. ان احنا عندنا عرس قريب هيتعمل قريب باذن الله، كأس الأمم الأفريقية، واحنا عاوزين نكون على مستوى السلوكي والشخصي. احنا نبدأ بنفسنا، نحافظ على نظافة الشوارع، ما نحطش مخلفات قدام العمارات بتاعتنا، نحاول ما نعملش دهانات مختلفة، ورئيس الوزراء قال الدهانات تبقى كلها موحدة. نحافظ على المرور، سواق التاكسي يبتسم كده لو حد ركب معاه من الأجانب. احنا كلنا قبل كده عملناها ونجحت، واحنا عندنا متاحف وحاجات أثرية كتيرة قريب من المنشآت الرياضية، ممكن نحافظ على اللي حواليها ونحافظ على جمالها، ونبدأ كل واحد بنفسه بابتسامة حلوة وعدم زحمة المرور، ونمر على خير بإذن الله، لأن ده العالم كله بيترقبه. الجمهور يلتزم يلتزم يلتزم، وبلاش لازم نمهد الجمهور في الفترة ديت ثقافة الفوز والهزيمة. أنا ممكن ألعب ماتش حلو قوي وكرة عشوائية دخلت جون، هتقول إيه خلاص اتغلبت؟ يبقى في ثقافة الفوز والهزيمة، أهم حاجة في كل اللي بقى ثقافة الفوز والهزيمة. أمهد الجمهور إن أنا ممكن أتغلب. المصري الأمم الأفريقية أنا شايف إنه كويس جدا جدا، بمشاركة كم نادي، وبمشاركة عندنا فريقين، الهلال السوداني والمريخ السوداني، وعندنا فروق تانية احتمال تتأهل يا رب. المطلوب ان احنا نبقى شعب متحضر ونخلي الناس تبص لنا ببصه حضاريه، واحنا احسن شعب للكوره، احنا سبقنا العالم كله، احنا الافريقيين، احنا العالم كله بالنسبه لنا كان متاخر واحنا متقدمين، بس المشكله في الجمهور، ربنا يسترها عليهم يعني، ما يعملوش شغب، ما يعملوش قلق، ما يعملوش حاجه عشان البلد تبقى ماشيه كده ونلاقي من وراه، في نفس الوقت السياحه تشتغل وده يشتغل وده يشتغل، تبقى البلد حلوه باذن الله. اللعيبه احنا عايزين بس الاخلاق الرياضيه، مش عايزين اكتر من كده، عشان يبقى يعني نظرتنا قدام العالم. شرف كبير قوي لمصر لما تؤمن وتعمل وتستضيف الامم الافريقيه، وان شاء الله باذن الله نستضيف العالم كله كاس العالم. احنا مصر طول عمرها كبيره، يعني مش هنقول بس اللي احنا كل شويه نتكلم 7000 سنه، لا احنا بنعمل تاريخنا دلوقتي اللي هيتكلموا علينا اجيالنا اللي بعد كده ويفخروا بينا، ومصر قد الدنيا وتفضل قد الدنيا. بمناسبة انه كان في ضيف سوداني معانا، اول بطولة للأمم الأفريقية كانت 1957 كانت في السودان، بس اللي فاز بالبطولة مصر، يعني بالمناسبة يعني. لا مناسبة جميلة طبعا، كان طبعا طول عمر طبعا مصر والسودان بلد واحد يعني. خلينا بقى نتكلم على يعني هنأجل الجمهور شوية، يعني احنا سمعنا هم قالوا ايه، بس هنتكلم بشكل علمي عن دورنا ايه. لكن خلونا نتكلم على اللجنة المنظمة هتعمل ايه. بس هي عشان تعمل حاجة لازم يبقى فيه بنية تحتية. احنا عندنا هذه البنية التحتية، نقدر نستضيف بيها كأس الأمم الأفريقية الآن، عشان احنا المفروض كان عندنا طبيعي 2006، ولكن الوضع اتغير، اشتراطات الكاف اتغيرت. هي ما اتغيرتش، هي زاد عليها طيب بعض يعني زاد، وكمان البطولة يعني عدد الفرق المشاركة بقت 24 فرقة بالفعل، بقوا 6 مجاميع. الاول كانت 4 مجاميع ب4 محافظات، دلوقتي 6 مجاميع ب6 محافظات. لو كانوا القاهره مش هتبقى فيها مجموعه او 2 حسب لسه اللجنه المنظمه بتختار. انما نقدر نقول ان الكاف ليه اشتراطات بالنسبه للاستادات لازم تكون موجوده، منها اللي هي منها طبعا بيكون في مباراتين في اليوم، فلازم في 4 غرف خلع ملابس في المباريات اللي معنيه بالبطوله او بالمجموعات. لازم البوابات يكون ليها بوابات الكترونيه في التجهيزات الاستاد نفسه. لازم الاسوار اللي بتطل على الملعب او السور اللي بتطل على الملعب اللي حوالين الملعب حوالين التراك لازم يكون ارتفاعه ما يزيدش عن متر.
لازم يكون في الامن والسلامه بالنسبه للعيبه، للاجهزه الفنيه، للجمهور. يعني من اول البوابات اللي بره حتى اماكن الاخلاء لازم تكون متحدده. يعني لازم كل استاد يكون فيه اماكن اخلاء لكل درجه، يعني الدرجه الاولى ليها اماكن الاخلاء بتاعتها، والكلام ده لازم يكون معمول من قبلها ومتجهز ومعروف بالنسبه للجنه او اللجان اللي هتيجي من الكاف واللجان المنظمه من مصر. في خطه اخلاء لازم انها بتتسلم برضو للجنه المنظمه في كل استاد معني بالمباريات. البوابات برضو دي مهمه جدا، البوابات الرئيسيه سواء في مداخل الاستاد او البوابات الرئيسيه الخارجيه اللي جايه من الطرق. لازم يكون بيسموها المفصلات لازم تكون للخارج، يعني الجمهور في حاله لا قدر الله يعني انا لو في جوه الاستاد تفتح لازم لبره، افتح كده تفتح يعني لبره. في بعض الاستادات اللي طبعا اللي ما كانش موجوده في كاس الامم 2006 وكاس العالم 2007 ما فيهاش لحد دلوقتي، ممكن هتلاقي فيها المفصلات للداخل. طبعا هي دي بتبقى اسهل بالنسبه لدخول الجمهور، انما المشكله عندنا مش في دخول الجمهور، المشكله عندنا لا قدر الله لو احتمال نص في المية، فلازم امن وسلامه الجمهور واللعيبه ومن هو موجود داخل الاستاد لازم نامنه. انما الدخول سهل، الدخول في بوابات رئيسيه، في بوابات الكترونيه ممكن نفتحها من الساعه 7 الصبح ولا 8 الصبح، وهنستفيد بكل فرد داخل سواء عن طريق البوابات الرئيسيه او البوابات الالكترونيه او المداخل والمخارج اللي هي بيكون فيها سواء في خطوط في الارض بنفس لون التيكت او بارقام في منازل ومخارج. كل بيبقى مع التيكت فيه رقم التذكره، لو مشي لوحده حتى بدون منظم. طب والكراسي عليها ارقام برضو؟ لازم الكراسي تكون مرقمه. طبعا الاستادات اللي معنيه هتلاقي الارقام عاوزه طبعا يتعاد عليها، والاستادات الجديده ممكن ما يكونش فيها ارقام برضو يتعمل لها ارقام. دي حاجه لابد منها وحاجه من الاشتراطات الرئيسيه اللي لازم تكون في الاستادات. الكاميرات، وفي غرفه تحكم للكاميرات اللي هو الكنترول روم، ده لازم يكون في مجهز ان في اكتر من واحد هيبقى موجود جوه معاه جهاز لاسلكي بيتصل باللجنه المعنيه بيه، سواء لجنه الامن والسلامه، سواء اللجنه المنظمه، سواء لجنه الدفاع المدني. في اطراف معنيه لازم تكون جوه الكنترول روم. دكتور وليد، في كذا نقطه برضو لازم نساله فيها. يعني مثلا بيبقى في مؤتمر صحفي وتلاقي الناس كده كلها ملمومه حوالين المؤتمر الصحفي والدنيا بتبقى في شويه هرجله كده، فاحنا برضو المنظر ده اكيد غير مرغوب فيه. معرفش ده هيكون من الاشتراطات ولا لا. هو بالفعل من بدايه 2006 و2009 كان غيرنا الاستادات الاتجاه بتاع الميديا اللي هي الصحفيين وعناصر الميديا المختلفه من منطقه المقصوره للناحيه الخلفيه، المستوى اللي مواجه للمقصوره، عشان يكون ولازم يكون تحتيها او في نفس الاتجاه ده غرف خلع الملابس، عشان في حاجه اسمها الميكسد زون. الميكسد زون اللي هي اماكن المؤتمرات مش المؤتمرات، اللقاءات الصحفيه. الكاميرات كلها المعنيه بالمباراه اللي هي حق التسجيل في منطقه الميكسد زون دي بتبقى موجوده ليها زي تراك كده مخصص بيوصل ليه الاتوبيس بتاع اللعيبه لحد التراك. فهي لقاءات صحفيه سريعه مش انه يبقى في مؤتمر صحفي او كده. بالفعل. ودي بناشد من منبر حضرتك المحترم الجمهور طبعا ما يكونش موجود في هذه المنطقه، عشان دي اللي كل الكاميرات والفضائيات في انحاء العالم بينقلوا من المنطقه دي. طب ما ينفعش كل كباين المعلقين برضه دي حضرتك كباين المعلقين بتبقى كل استاد ليه موجود فيه الكباين المخصصه للمعلقين، بتبقى مجهزه بالانترنت ومجهزه بالاتصالات السلكيه واللاسلكيه، عشان بيبقى فيه نقل مباشر من في طبعا استادات بيبقى الاول ما بقاش فيه. الاول كان مع احترامي الكابتن لطيف الله يرحمه طبعا كان بيذيع في وسط الجمهور وازيك يا كابتن لطيف وكده، الكلام ده بقاش موجود دلوقتي. الكباين وشك حلو طبعا وطبعا هو اللي علم اجيال الاذاعه، ولكن كان في وسط الجمهور الكلام ده مش موجود دلوقتي. في كباين موجوده سواء في اعلى نقط في الاستاد او في اماكن مخصصه للاستاد
سهله الرؤيه، سهله الاتصال بيهم سواء عن طريق وسائل الاتصالات المختلفه او يشوف مش مجرد ان هو يشوف من مونيتور، لا وشايف الاستاد بالكامل. طيب يعني اكيد كل النقاط اللي قالها دكتور وليد مهمه جدا، بس الاهم والاهم بقى ارضيه الملعب. يعني احنا برضو عايزين نطمن عليها ونشوف ازاي ممكن تبقى فعلا جيده وطبقا للاشتراطات يعني وتبقى مظبوطه، لانه احنا بنلاقي النجيله محروقه ودي ما ينفعش. يعني اطمن حضرتك والساده المشاهدين، احنا مشكلتنا في مصر هم الشهرين 3 بتوع الصقيع، عشان ساعتها عشان القمه الناميه بتاعه النبات بتبقى ضعيفه في النمو شويه. وبعدين احنا قبل كل ماتش مفروض اللي احنا بنقص المكن بيخش يقص النجيله لمستوى معين عشان الماتش الثاني يكون موجود. وطبعا احنا في مصر بنهلك الملعب بزياده، خلاف الدوريات الاوروبيه الملعب ما بيتلعبش عليه الا مباراه واحده كل اسبوعين. انت ليكي مباراه داخل ملعبك ومباراه خارج ملعبك. حتى التدريب لما سافرنا في 2006 في عشان كاس العالم وكده، شفنا ملاعب المباريات ما يتدربش عليها، هو حتى الفريق الضيف بيتدرب عليها هي تدريبه واحده بس اللي هي تدريبه الجنرال. واطمن حضرتك والمشاهدين ان يعني البطوله في شهر 6، يعني هيكون النبات في اعلى صوره وابهى صوره، وهيكون حاجه تشرف مصر وتشرف المصريين. بجانب ان انا شايف الاستادات ويعني بالذات استاد القاهره انا شايف بيغير النجيله في احدث وسائل التقنيه في العالم. طيب ايه بقى هي الاستادات دي؟ لازم بقى نتكلم عليها، لان هم طبعا اختاروا استادات معينه باشتراطات ومقاييس كمان محدده، في اعداد كبيره وفي اوقات اللي هيحضر الماتش يعني عدد قليل، فساعتها الحل ممكن يكون شكله ايه؟ المنظر لو استاد كبير جدا والعدد قليل اكيد مش حاجه لطيفه. المهم يعني هنتكلم على الاستادات المختاره واذا كان فعلا هي مؤهله ويعني وموجوده على ارض الواقع كده، في يعني تخطيط ليها حتى انه هتبقى ان شاء الله على شهر 6 بحاله جيده. بس ناخد هذا الفاصل. احنا حاولنا نجمع لكم يعني استاد القاهرة التطور اللي حصل فيه، لان 2006 كان بشكل، 2009 بشكل تاني، ان شاء الله 2019 يكون بشكل على احدث مستوى. خلينا نتكلم بقى على الاستادات المختارة وكل استاد حالته ايه. هو لحد دلوقتي الملف اللي اتقدم للكاف كان في يعني 6 مجاميع في 5 مدن اللي هي القاهرة مجموعتين، السويس، بورسعيد، اسماعيلية، اسكندرية. برضو عشان لازم في البداية نعرف ان الاشتراطات بتاعة الكاف لازم يكون اقل ساعة للاستاد 15,000، ما يكونش اقل من كده. عشان كده استاد الجونه طلع بره، شرم الشيخ طلع بره، استادات في الصعيد طلعت بره. الصعيد ما فيهاش الا الاستادات اللي هي ممكن يقام عليها المباراه، عشان طبعا او المجموعه اللي هو استاد اسيوط واستاد اسوان. طبعا في يعني كنا نتمنى طبعا يكون في احدى مدن الصعيد فيها مجموعه، وكل الصعايده اللي انا منهم كنا نتمنى يكون في مجموعه، ونتمنى من اللجنه المنظمه ممكن يفكروا في هذا الموضوع. بس ينفع يتم التغيير؟ مفيش يعني مشكلة. احنا قدمنا بحاجه ونرجع نغير تاني؟ والله حضرتك لحد دلوقتي لم يتحط البصمه الاخيره بالنسبه للاستادات النهائيه اللي تبقى عليها المجموعات. التدريبات مفيش مشكله، عندنا استادات كتير في كل المحافظات، ولكن
مش عاوزين نقول ان المهندس هاني ابو ريده ده عضو المكتب التنفيذي في الكاف وفي الفيفا يعني، وفي الاخر الكاف عاوز احسن صوره لبطولته، واحنا كمصريين نتمنى ان احنا نبان بابهى صوره. بس يعني في مقترح كده اللي هو اتعمل في استاد اسوان. واكيد يعني سواء اسيوط او اسوان، يعني فكره انه الصعايده كمان يبقى سهل عليهم في ماتشات جنبهم، يقدروا يستمتعوا بالكوره ويحضروا الماتشات، غير انه لو بس اسوان لوحدها مفيش اكتر من كده. ده اسوان يعني السياحه كلها، يعني تلت اثار العالم موجود في اسوان لوحدها، يعني هي والاقصر منبع من منابع السياحه المصريه يعني، من اول عصر الفراعنه يعني لحد دلوقتي. واحنا برضو كنا بنتكلم على اسعاد المواطن، فالمواطن الصعيدي اكيد ليه حق علينا طبعا، ليه حق علينا. وطبعا احنا مقترح من خلال منبر حضرتك المحترم ان ممكن طبعا درجه الحراره في شهر 6 تبقى صعبه شويه في اسوان، ولكن لو لعبنا الماتشات، حلاوه الكوره مفيش لو لعبنا الماتشات في بعد الظهر او بالليل متهيألي هيكون صوره على ابهى صوره. ماشي ان شاء الله استاد اسوان لو اللجنه المنظمه قالت او فكرت انها تختار هذا الاستاد. هو المشكله طبعا في درجه الحراره، لو لعبنا بالليل هنحل المشكله دي. طيب يعني نرجع تاني للاستادات والاستعدادات، مثلا يعني استاد القاهره، لان طبعا يعني في مساحه كبيره، نقدر نقول عدد جماهير هيقدر يدخل مدرجات الاستاد، فبالتالي حفل الافتتاح هيكون الافتتاح والختام يعني ما سمعنا من التصريحات للجنه العليا وسياده الوزير وكده ان هيكون استاد القاهره في الافتتاح وختام البطوله، وطبعا مش هنلاقي احسن من استاد العاصمه يقام عليه البطوله. عشان كده دوله رئيس الوزراء وسياده الوزير اشرف صبحي واللواء علي درويش رئيس هيئه الاستاد مرتين في خلال اسبوع يكون في هذه القامات الرياضيه ليست صغيره او السياسيه كمان. ما سياده دوله رئيس الوزراء ده يعني رئيس اللجنه العليا المنظمه، لما يروح الاستاد مرتين يبقى معنى كده في عمل دؤوب، وفي لجان بالفعل وصل العلم ان في لجان بالفعل اتشكلت جوه الاستاد لهذا الحدث الكبير، وليس ما ينفعش استاد العاصمه ما يكونش بابهى صوره، او اللي هو الاستاد اللي برضو احنا عاوزين نكسب البطوله لازم بيبقى بابهى صوره. واحنا اللعيبه عندنا ما بيلعبوا في استاد القاهره، واحنا كمصريين بيبقى عندنا تفاؤل ما يكون الماتشات بتاعه مجموعه مصر ان شاء الله تبقى في الاستاد زي 2006 وزي 2000 زي 96 86. طيب يعني برضو هنقول بالمناسبه، يعني احنا مش بنتكلم على كوره في حلقتنا بس، برضو بالمناسبه ان احنا كل ما بننظم بطوله بنكسبها، ما عدا بس يعني البطوله 74 زئير هي اللي هي الكونغو دلوقتي. لكن وطبعا كان ليها مدلول لها برضو، كان في لسه طالعين من حرب، وكان لازم برضو ان احنا نعمل نشاط رياضي كان متوقف على مدار 6 سنين، يعني كان في حاجات تقول اللي احنا صعب. وصلنا برضو للثالث ورابع يعني وخدنا ثالث، بس كان ليها ظروفها السياسيه. انما دلوقتي ان شاء الله احنا على محك رئيسي، احنا عندنا مسعد المصريين كلهم والعرب وافريقيا محمد صلاح يكون موجود مع كتيبته ان شاء الله، ودي اللي هتنجح البطوله. طول ما احنا بنكسب، طول ما البطوله بتنجح وبتبان بابهى صوره في الاعلام وفي المخارج الخارجيه، اللي هترجع لنا السياحه، هترجع لنا الاستثمار، هترجع لنا سمعه مصر. احنا دلوقتي الرئيس السيسي هو رئيس الاتحاد الافريقي، ودي طبعا ساعدتنا اللي احنا خدنا 16 صوت وجنوب افريقيا خدت صوت واحد. دي برضو فيها مساعي سياسيه خلاف المساعي الكرويه اللي قام بيها المتخصصين. طب لسه برضو انا في سكه الاستاد، لانه الدفاع الجوي وكمان برج العرب ساعه كبيره، ساعه المدرجات كبيره، فهل هيبقوا برضو؟ والله احنا كنا نتمنى، بس ما توقعش ولا استاد برج العرب ولا استاد الدفاع الجوي. ليه؟ استاد برج العرب سعته فوق ال 82,000 متفرج، استاد الكليه الدفاع الجوي فوق ال 75,000 متفرج، في مجموعه هتكون فيها الدخول الجماهير فيها لو عملنا اكبر كباستي فيها 15-20,000 مش هيبانوا في الاستاد. احنا عاوزين نبان في القنوات وفي الميديا ان الاستاد مليان. وعندنا استادات كتير، يعني اسكندريه من ضمن الاستادين اللي هيكونوا موجودين فيهم، هيختاروا فيهم واحد هيكون فيه المجموعه، استاد الماكس واستاد اسكندريه.
والاثنين يعني تحفه معماريه، بالذات استاد اسكندريه. عندنا استاد اسماعيليه، عندنا استاد بورسعيد، عندنا استاد السويس. يعني استادات على ابها صوره ان شاء الله تبان فيها. هي مشكلتنا بس في السعه الجماهيريه، مش هنقدر احنا نغطيها. 80,000 صعب ما يكونش فيها مصر. بمناسبة السعة الجماهيرية، دكتور وليد الكاشف لازم يكلم دلوقتي 100 مليون مصري، 100 مليون منظم مصري للبطولة، ويقول لنا نعمل ايه. احنا 100 مليون كده، هنسمع من دكتور وليد حالا احنا نعمل ايه وننظم البطولة ازاي. اول حاجه هبعت بس رساله للمنظمين او للجنه المنظمه: مفيش بيع تذاكر يوم المباراه. دي اول شيء. بيع التذاكر سواء عن انترنت او الاماكن البيع وكده لازم قبل المباراه. يوم المباراه احنا كلنا جايين للاستمتاع، فبالتالي ما حدش يجي مناطق الاستاد لو سمحتم الا بميعاد تيكت. ما حدش يجي يدور على تيكت يوم المباراه، عشان اللجنه المنظمه حددت تعليمات ان ما فيش بيع يوم المباراه. انت رايح دام رحت منطقه الاستاد يبقى رايح معاك التيكت بتاعك لو سمحت، ولا تشغل نفسك ولا تشغل الاخرين بيك في يوم المباراه. قبل المباراه جيب التيكت بتاعك زي ما انت عايز، قدرت اللي انت تتحصل عليه وان شاء الله هتحصل عليه تكون موجود في منطقه الاستاد. يبقى كمان يبقى رساله موجهه اللي هم المنظمين، انهم ييسروا على المواطنين الحصول على التذاكر من قبلها، عشان ما يحصلش اي مشاكل او ندخل بقى في سوق سوداء او لا احنا تدافع دلوقتي خلاص. المواطنين. احنا دلوقتي البيع عن طريق الانترنت خلاص. يعني انت وانت قاعده باللاب بتاع حضرتك تحجزي التيكت بتاعك فيه موجود في الدرجه دي، هتحجزي. ما فيش هتشوفي درجه ثانيه، ما فيش خالص، يبقى الماتش ده مش مالكيش نصيب اللي انت تشوفيه الا في التلفزيون او في الساحات ومراكز الشباب اللي هيكون فيها استادات عملاقه واتوقعها ذلك يعني. وان شاء الله يعني البطوله كبيره، يعني هنستمتع. لو ما فيش الماتش ده ممكن الماتش التاني يعني هيكون طيب يوميا في. دي كان اول رساله، لا فين الرسائل الثانيه؟ الرساله الثانيه اللي رايح المباراه مش جايب معاه شنطه عشان ما يفضلش فتره كبيره في التفتيش، فيدي فرصه للي وراه ان هم ياخدوا وقت طويل في انهم يخشوا. احنا رايحين نستمتع زي اكننا رايحين نتفرج على مسرح، رايحين نتفرج على سينما. الكوره كده، الشعب المصري يهوى كرة القدم. اللي رايح مش معاه شنطة، اللي رايح بطوله كده، رايح يتفرج سواء هو وزمايله هو والعائلة. عاوزين نرجع لروح 2006 و2009 بالعائلات، تروح المباريات بدون أي حاجة في الدماغ خلاف إن أنا رايح أستمتع. طيب يعني دكتور وليد قال مجموعة من الرسائل للجمهور، ودي كانت أهم رسائل، لأن زي ما بقول كده إحنا كلنا منظمين البطولة، ولكن بالنسبة بقى للمتطوعين يعني والتجربة دي مهمة جدا ومفيدة لينا، إنه يبقى في متطوعين من الشباب يشاركوا كمان. بالفعل إحنا عملنا تجربة في 2006، عملنا دورة كان فيها 4 فرق أفريقية قبل البطولة، وجبنا كل المنظمين وكل اللجان المعنية واشتغلوا في البطولة أكنها حدث بالفعل، هي دي بطولة أفريقيا. واتعلمنا من الأخطاء اللي ظهرت والسلبيات اللي ظهرت، سواء فينا احنا شخصيا أو في الاستادات أو في الفنادق أو في الاستقبال أو في المراسم. كل الكلام ده قدرنا اللي احنا نستفاد منه في تنظيمه. وطبعا كان التنظيم على ابها صوره في بعض السلبيات، وكان اولها طبعا التيكت ما كانش موجود وكان نزل سوق سودا. الحاجات دي كلها ما اعتقدش اللي احنا في 2019 هنقدر ان احنا نشوفها تاني. هنشوف الايجابيات وهنزودها كلنا مع بعض ان شاء الله. شكرا. منظمين، جمهور، لعيبه، اللي هم كل العالم هيتفرج عليهم واحنا اولهم. دكتور وليد الكاشف، شكرا لوجود حضرتك. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج مش توك شو.